5 الأسباب جوهرية كتخلي ولدك ما يستوعبش الدروس وما يتفوقش في قرايته، ماشي حيت هو كسول أو مذكيش. أولا الأسباب النفسية والعاطفية، التوتر، القلق، التفكير الزائد. مثلا كيخاف يجاوب أو يغلط قدام المعلمة، وكيخاف صحابو يضحكوا عليه. ضعف الثقة في النفس واعتقاد الطفل أنه غبي كيخليه يتوقف على المحاولة. وحتى الضغط الخارجي بحال المشاكل الأسرية والتنمر اللي كيستنزفوا الطاقة ديالو ما كيخليوهش يركز. ثانيا أسباب تعليمية وتربوية، عدم إتقان الأساسيات بحال القراءة، الكتابة والحساب كيصعب عليه يفهم الدروس الجديدة. وحتى طريقة التدريس مهمة بزاف، بعض الأطفال كيتعلموا بالطرق التقليدية والبعض الآخر كيتعلم بالفن، الرسم أو الحكايات. كذلك اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو صعوبة التعلم الغير المشخصة اللي كتحتاج لمتابعة ودعم خاص. ثالثا أسباب جسدية وصحية، المشاكل في البصر أو في السمع كتعرقل متابعة الطفل في القسم. نقص التغذية أو فقر الدم كيقلل الطاقة والتركيز. كذلك قلة النوم كتزيد تصعب عليه الفهم. رابعا البيئة التعليمية، فصل مكتظ أو أسلوب تدريس تقليدي بلا تشجيع أو تحفيز كيخلي الطفل يفقد شغف التعلم وحب الاستكشاف. خامسا العادات ونمط الحياة، قلة المراجعة المنتظمة، كثرة الشاشات كتأثر على الأداء العقلي والجسدي. الخلاصة ولدك ذكي، غير محتاج الدعم، الفهم والبيئة المناسبة باش يبان التفوق ديالو ويكتشف قدراته الحقيقية.